مشروع $1000. كتير من الشباب بيحلم يكون عنده تجارته الخاصة ومشروعه اللي يحقق له دخل شهري ثابت، وأهم وأكبر عقبة بتواجهه هي رأس المال. لأنك حتى لو هتبدأ مشروع صغير هتحتاج رأس مال من 5000 ل 10000 دولار على الأقل عشان تبدأ مشروع ناجح. لكن مع الفكرة اللي هتتعرض عليك في الفيديو ده ممكن تبدأ مشروع ناجح ب$1000 بس. تعالوا نشوف ازاي بالمثال ده، لكن المثال محتاج شوية تركيز لأنه كله أرقام وحسابات. هنفترض إن في منتج قيمته $100 على أرض المصنع في الصين. عشان تستورد بقيمة $1000 من المنتج ده ويوصل لغاية مصر وتستلمه محتاج تدفع المصروفات الإضافية دي: $200 شحن بحري، $250 توثيق مستندات اللي هي عبارة عن شهادة المنشأ زائد فاتورة تجارية، $300 تخليص جمركي زائد إذن تسليم الشحنة من الخط الملاحي، $700 عمولة الشركة، $350 جمارك زائد ضرائب اللي هي حوالي 35% في المتوسط، بتزيد أو تقل حسب البند الجمركي للسلعة. الإجمالي في الحالة دي هيكون $2800. $2800 على 10 قطع بيساوي $280، يعني تكلفة القطعة الواحدة بعد ما ضفنا كل المصروفات بقت $280. أما في حالة لو استوردنا نفس السلعة لكن بقيمة أكبر، هناخد مثال على مبلغ $30000. هنفكركم إن تكلفة القطعة الواحدة $100، يعني بال$30000 نقدر نشتري 300 قطعة، والمصروفات اللي هندفعها للشحنة هتكون كالآتي: $1200 شحن بحري، $250 توثيق مستندات اللي هي شهادة المنشأ زائد فاتورة تجارية، $400 تخليص جمركي زائد إذن تسليم الشحنة من الخط الملاحي، $1500 عمولة الشركة، $10500 جمارك زائد ضرائب اللي هي عبارة عن 35% في المتوسط، بتزيد أو تقل حسب البند الجمركي للسلعة. الإجمالي في الحالة دي هيكون $43850. هنقسم المبلغ ده على 300 قطعة، يعني تكلفة القطعة الواحدة هتكون $146. اللي استفدناه من المثال ده ببساطة إنك في حالة استيرادك لسلعة بمبلغ صغير بتكون تكلفة المنتج عليك عالية جداً، وبالتالي مش هتقدر تنافس التاجر الكبير اللي محتكر السلعة وبيستورد بمبالغ ضخمة جداً، وبالتالي بتكون التكاليف عليه أقل. إحنا دورنا إننا هنقضي على احتكار السلع والمنتجات اللي عليها طلب كبير في السوق المصري، ونخليك بمبلغ صغير جداً تقدر تحصل على السلعة بنفس تكلفة التاجر الكبير أو المحتكر. ركز بقى معانا عشان هنوضح بالتفاصيل إزاي ده هيتم، وهنضرب أمثلة حية. الفكرة اللي بتعرضها الشركة إننا هنعرض مجموعة منتجات عليها طلب وسحب كبير جدا في السوق، وإنت هتشارك في شراء المنتجات دي بحد أدنى $1000 في أوردر بقيمة كبيرة. يعني لو الشركة حددت على سبيل المثال الأوردر بقيمة $30000، هيتم تقسيم الأوردر ل 30 سهم، كل سهم قيمته $1000، تقدر تشارك فيه بأي عدد من الأسهم زي ما تحب. مشروع $1000 هيتم تحديثه كل شهر بإضافة منتج جديد. كمان ممكن تشارك معانا في عرض أفكارك المميزة وتقترح أي منتج شايف من وجهة نظرك إنه مناسب، وتبعت لنا اقتراحك على الإيميل ده info@china-eg.net. تقدر كمان تتابع مشروعاتنا المختلفة على موقعنا www.china-eg.net. china.com، متعة العمل الخاص.